السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مواضيع حيوية في السلامة والصحة المهنية، وخصوصا في السلامة الكهربائية. ازاي نقدر نحمي نفسنا واللي حوالينا من المخاطر المرتبطة بالكهرباء، سواء في الشغل أو في البيت. وعلشان السلامة دايما أولوياتنا، لازم نكون فاهمين كل أدوات الحماية اللي بنستخدمها. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن أنواع القواطع الكهربائية ودورها في حماية الدوائر والأجهزة من التيار الزايد أو التسريب. في الحلقة التانية كانت عن نظام اللوك أوت والتاج أوت، اللي بيضمن فصل وتأمين مصادر الطاقة أثناء الصيانة، بحيث ما يكونش في أي خطر على الشخص اللي بيقوم بالشغل. الحلقة التالتة ركزنا على التأريض ودوره في تفريغ التيارات الكهربائية بأمان وحماية الأشخاص والمعدات. حلقة النهاردة هنتعرف عن كل ما نحتاج معرفته عن قاطع الجي اف سي اي. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. النهاردة هنتكلم عن قاطع دائرة الأعطال الأرضية اللي هو جي اف سي اي، وهو جهاز حماية أساسي بيشتغل تلقائي لفصل التيار في حالة وجود أي تسريب للأرض. الجي اف سي اي مهم جدا في البيوت أو المواقع الصناعية أو المواقع الإنشائية وأي مكان فيه احتمالية للتعرض للصدمات الكهربائية. وظيفة قاطع الجي اف سي اي بيشتغل عن طريق مقارنة التيار الداخل بالدائرة والتيار الخارج منها. لو حصل أي فرق حتى لو بسيط بين التيارين بسبب تسريب، القاطع بيفصل التيار فورا، وده بيمنع حدوث صدمات كهربائية خطيرة وبيحمي الأشخاص بشكل مباشر. النوع الأكثر شيوعًا هو ال 30 ملي أمبير. القاطع الجي اف سي اي اللي بيفصل على 30 ملي أمبير هو الأكثر شيوعًا في حماية الأشخاص. الدراسات بتقول إن تسريب تيار كهربائي أكتر من 30 ملي أمبير ممكن يسبب صدمة كهربائية قاتلة. علشان كده القاطع ده بيشتغل بسرعة كبيرة في أقل من ثانية. طبقا للمواصفات الأمريكية بيتم تظبيط الجي اف اي بحيث يفصل عن فرق تيار 5 ملي أمبير وفي مدة زمنية 40 على 1 جزء من الثانية. ونظرا لعدم استقرار التيار الكهربائي فبنستخدم القاطع 30 ملي أمبير وهو الشائع، وده في حالة إن الدايرة تم فقد 30 ملي أمبير منها بيتم فصل الدايرة مباشرة حتى يتم معالجة التسريب. وكل ما احتمالية التعرض للكهرباء بيزيد، زي لو عايز أعمل إضاءة داخل المياه في حمامات سباحة، بيبقى معدل الأمان أعلى. ونظير كده بنستخدم 5 ملي أمبير وده بيضمن حماية فعالة. يبقى الفرق بين ال 30 ملي أمبير وال 5 ملي أمبير في قاطع الجي اف اس اي بيتعلق بمستوى الحساسية للكشف عن التيارات الأرضية أو التسريبات الكهربائية. القاطع 30 ملي أمبير بيستخدم عادة لحماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية الناتجة عن التلامس غير المباشر. بيعمل عند اكتشاف تسريب تيار بقيمة 30 ملي أمبير، وهي قيمة تعتبر آمنة نسبيا لحماية الأشخاص من صدمات غير قاتلة في معظم الحالات. بيستخدم عادة في الأماكن العامة أو المنشآت الصناعية لحماية المعدات والأنظمة الكهربائية. قطع الخمسة ملي أمبير، النوع ده مصمم لحماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية المباشرة. بيعمل عند اكتشاف تسريب تيار 5 ملي أمبير فقط، وهو مستوى حساس جدا للغاية، مناسب لحماية الأشخاص من الصدمة القاتلة. بيستخدم بشكل شائع في الأماكن الرطبة مثل زي المطابخ، الحمامات، أو في أي مكان بتوجد فيه فرصة عالية للتلامس مباشرة مع الكهرباء. بالتالي القاطع اللي بيشتغل على 5 ملي أمبير أكتر حساسية بكتير وبيستخدم لحماية الأشخاص من صدمات كهربائية قتل. القاطع اللي بيشتغل على 30 ملي أمبير مناسب للحماية العامة ضد الصدمات الكهربائية الأقل خطورة. قواطع الجي اف اس اي بتكون ثنائية أو ثلاثية، وده بيتحدد طريقة توصيلها والدوائر اللي بتحميها. أول حاجة القاطع الثنائي. القاطع الثنائي بيشتغل في دوائر كهربائية فيها سلكين فقط، السلك الحامي اللايف والسلك المحايد اللي هو نويترا. الحر يعني السلك اللي بيحمل التيار الكهربي النشط من المصدر زي اللوحة الكهربائية للأجهزة أو الأحمال الكهربائية، بيحمل الجهد الكهربائي وبيعتبر هو المصدر الفعلي للكهرباء في الدايرة. السلك ده هو اللي بيكون خطر عند لمسه لأنه بيحمل تيار فعلي يمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية. المحايد هو السلك اللي بيعيد التيار الكهربائي الزايد أو المتبقي من الأجهزة الكهربائية إلى اللوحة أو مصدر الطاقة.
وظيفته الأساسية هو إكمال الدايرة الكهربائية، فهو بيحمل التيار لما يكون الجهاز الكهربائي قيد التشغيل، غالبا ما يعتبر أقل خطر من السلك الحار، لكنه قد يكون ما زال يحمل تيارا كهربائيا في بعض الأحيان. القاطع الثنائي بيتركب في الدوائر الأحادية، وده بجهد 220 فولت في معظم البلدان. النوع ده أكثر شيوعا في البيوت المباني الصغيرة، لأنه بيحمي الأجهزة والدوائر الكهربائية اللي بتشتغل على جهد أحادي. تركيب القاطع الثنائي بيكون بسيط جدا، بتوصل السلك الحامي والسلك المحايد للقاطع. بيراقب أي تيار تسريبي بين السلكين، لو حصل تسريب القاطع بيفصل فورا. القاطع الثلاثي ده بيشتغل على دوائر ثلاثية اللي بتكون فيها 3 أسلاك حامية، L1 L2 L3، بالإضافة للسلك المحايد. النوع ده بيستخدم غالبا في الأماكن الصناعية أو التجارية اللي بتحتاج جهد عالي زي 380 فولت. القاطع الثلاثي بيراقب التيار في ال3 أسلاك الحامية والسلك المحايد، لو حصل تسريب تيار في أي واحد من الأسلاك دي القاطع بيفصل الدائرة فورا. تركيب القاطع الثلاثي بيكون شوية أعقد من الثنائي، لأنه بيتعامل مع 3 أسلاك حامية، لكن الهدف هو نفس الهدف، الحماية من تسريب التيار والصدمات الكهربائية. إيه الفرق في الحماية؟ القاطع الثنائي مناسب لحماية الأجهزة المنزلية والمعدات البسيطة اللي بتشتغل على جهد أحادي 220 فولت. القاطع الثلاثي بنستخدمه في الأماكن اللي بتحتاج طاقة أعلى زي المصانع، المباني التجارية، وهو بيحمي الدوائر اللي بتشتغل على جهد ثلاثي 380 فولت. طيب أنا كفرد سيفتي لو بشتغل في موقع أو مصنع بتحتاج تستخدم القاطع الثلاثية ديت عشان توفر حماية متكاملة للدوائر دي، لكن لو شغلة في أماكن سكنية أو مواقع بسيطة فيها كهرباء أحادية القاطع الثنائي هو اللي هتحتاجه. طيب إزاي تعرف الفرق؟ بنقدر نميز بين القاطع الثنائي والثلاثي بسهولة جدا. القاطع الثنائي بيكون له مدخلين، واحد للسلك الحامي وواحد للسلك المحايد. القاطع الثلاثي بيكون له 4 مداخل، 3 للأسلاك الحامية وواحد للمحايد. طيب التوصيل في القاطع الثنائي بنوصل السلك الحامي ال والسلك المحايد ال N عند الأطراف الخاصة به. في القاطع الثلاثي بتوصل ال3 أسلاك الحامية L1 L2 L3 مع الطرف المحايد ال N في مداخل القاطع. دي كلها حاجات لازم تكون عارفها عشان تكون ملم بالموضوع ده. طيب ازاي نعرف القاطع ده في اللوحة؟ تقدر تتعرف على قاطع GFSI بسهولة جدا في اللوحة الكهربائية من خلال وجود زرارين عليه. واحد زر اختبار اللي هو مكتوب عليه تيست للتأكد من ان القاطع شغال بشكل سليم. 2 زر إعادة التشغيل اللي هو الريست لإعادة تشغيل القاطع بعد ما يفصل التيار. طيب تصريح العمل وقت الصيانة، لو احنا بنعمل صيانة محتاجين نعمل تصريح للعمل ده. لما نيجي نعمل صيانة أي لوحة أو جهاز كهربائي لازم نلتزم بإجراءات سلامة، وأولها الحصول على تصريح العمل من كل الأقسام المعنية. ده بيضمن ان مصدر الطاقه مؤمن بشكل كامل، وبيتم استخدام نظام اللوك اوت والتاج اوت كجزء اساسي من تامين اي عمليه صيانه. طيب عندنا سؤال، ليه بنحط حصى تحت اللوحه الكهربائيه؟ في بعض الاحيان بنلاحظ ان في حصى تحت اللوحه الكهربائيه، وده بيكون لزياده الامان، لان الحصى بتساعد على منع تسريب المياه وبتقلل من احتماليه توصيل التيار الكهربائي للارض، وده بيوفر حمايه اضافيه ضد الصدمات الكهربائيه. حلقتنا النهارده كانت بتركز بشكل شديد على القاطع GFSI كأحد أهم أدوات الحماية الكهربائية، وده بيكمل كل اللي اتكلمنا فيه عنه في الحلقات اللي فاتت عن أنواع القواطع، اللوك أوت والتاج أوت والتقريض. دلوقتي بعد ما غطينا كل جوانب السلامة الكهربائية في الحلقات ديت، من المهم دايما تفتكروا إن الحماية من المخاطر الكهربائية مش مجرد خطوة واحدة. تركيب قواطع زي GFSI سواء ثنائي أو ثلاثي هو مجرد جزء من نظام السلامة المتكامل اللي بيحمي الأفراد والمعدات. أخيرا، الأمان مش مجرد قوانين وإجراءات، الأمان هو اهتمام حقيقي بحياة الناس. دايما ركب وسائل الحماية المناسبة واتبع إجراءات سلامة، وخلي ثقتك في الله أولا ثم في الأنظمة اللي بنستخدمها. حياتك وحياة اللي حواليك دايما تستاهل تكون في أمان. السلام عليكم.